هتستعملي الكريم ده لمدة شهر واحد بس، ما تزوديش عن كده عشان مفعوله قوي جدا ما يضرش بشرتك. اهم حاجه عايزاكي تكوني فاهماها في خطه التفتيح دي، انك بعد ما تفتحي بشرتك ان بشرتك معرضه انها تغمقي تاني، وده غصب عننا كلنا مش بايدينا. ده نتيجه بقى اكسده البشره، التعرض للشمس، التغيرات الهرمونيه، اكل غير صحي، بيعدي عليا مثلا كام يوم ما بشربش ميه كويس، في حاجات كتير بتاثر على بشرتنا وبتخليها ترجع تغمقي تاني. فانا هشرح لك وانا بقول لك دلوقتي خطه التفتيح، ايه الحاجات اللي انت لازم تستمري عليها او توقفي وترجعي لها تاني، وايه الحاجات اللي انت توقفيها خالص علشان ما توصلش بشرتك انها تتبهدل او توصل لبقع تكون عنيده جدا صعب انها تطلع. نقطتين تانيين مهمين جدا في خطه التفتيح هو امكانياتي الماديه والوقت. امكانياتي الماديه لازم اشوف الحاجه اللي انا هجيبها في خطه التفتيح بتاعتي تكون على قد امكانياتي، عشان ما اجيش في وقت والاقي نفسي انا مش قادره ادفع للمنتج ده او مش قادره اشتري الحاجه دي فاقف. الحاجه التانيه الوقت، انا لازم انظم الوقت بتاعي اللي هحط فيه الحاجه اللي انا هستعملها للتفتيح دي، يكون الوقت ده ثابت عشان حسب ظروف شغلي حسب ظروف بيتي، عشان ما يجيش في وقت انا مش نافعه او مش قادره احطها او مش هينفع في الوقت ده ان انا احط الحاجه دي والخبط خطه التفتيح كلها. يبقى انا لازم احط قدامي الاساسيات دي الاول وقبل ما ابتدي خطه التفتيح بتاعتي. الكريم ده اسمه جوتال، ده لوسيون او كريم خفيف جدا على البشره، اقوى حاجه هتقدري تستعمليها لكل البقع اللي موجوده على الوجه، سواء بقى كلف، سواء نمش، سواء غمقان من الشمس، اكسده للبشره. من اقوى الحاجات اللي انا استعملتها، فتحت جدا البشره، مليان مواد مغذيه ومواد مفتحه للبشره، حمض كوجيك، عرقسوس، فيتامين اي وفيتامين سي، جليسرين، الرويال جيلي. ده من الحاجات الحلوه جدا اللي هو غذاء ملكات النحل، من الحاجات الجميله جدا على البشره. ولكن الكريم ده مفعوله قوي جدا والمواد اللي فيه قويه جدا، فما ينفعش تستخدميه اكتر من شهر واحد وتوقفي. بستعمله ازاي؟ بستعمله مره واحده، استعمليه بالليل، ما ينفعش ان انا استعمله واتعرض للشمس خالص. يعني الفتره اللي انت بتحطي فيها خطه التفتيح دي لازم لو هتنزلي الصبح لازم واقي الشمس. فانا هحط الكريم ده طبقه منه خفيفه على الوش، ومش هحط بعديه مرطب ولا هحط اي سيرامات ولا اي حاجه بعدها. ده هنحطه بالليل. ده سعره في حدود 100 جنيه تقريبا، العبوه 75 مللي، هي دوبك هتكفيكي شهر وهتفضل منها كمان. بالنهار لو انت بتنزلي الصبح حطي واقي الشمس والمرطب بتاعك بس، لو انت او لما ترجعي حطي واحد من الكريمين دول، ولو انت ما بتنزليش الصبح حطي واحد من الكريمين دول الصبح. ده كريم اسمه بيتو كير، وده كريم اسمه ايوسان. اي واحد من الاتنين دول، انا استعملت ده واستعملت ده، الاتنين حلوين جدا والاتنين فيهم مواد فعاله ومواد حلوه جدا برضو عشان تزود من فعاليه التفتيح. والكريمين دول على فكره امنين ان انت تكملي بيهم، يعني انت ممكن ان انت بعد ما تخلصي الشهر ده في خطه التفتيح دي توقفي كريم اللي هو جوتال وتكملي بالكريمين دول شهر كمان مثلا، وبعد كده توقفي شهر وبعد كده ترجعي لخطه التفتيح دي تاني، او ترجعي للكريم ده واحد من الكريمين دول بس وما تستعمليش كريم جوتال ده بعد كده لو ما رجعلكيش بقع غامقه او حاجات تضايقك قوي في بشرتك. يعني لو مجرد ان انت مثلا البشره طفت شويه ما بقاش فيها نضاره او اكسدت شويه، كملي على الكريم واحد من الكريمين دول وبلاش جوتال. خلي جوتال ده لو في ظهرت بقع كلف تانية او بقع شديده ارجعي لكريم جوتال تاني، لكن ما ظهرش والقصه كلها في تفتيح واكسده خليكي مع واحد من الكريمين دول، شوفي اللي هترتاحي منهم. هو الاثنين تقريبا سعرهم قريب من بعض، حوالي تقريبا ب 300 جنيه، بس ده حجمه اكبر شويه، ده 50 مللي وده 30 مللي. اللي ترتاحي فيه حطيه. هتحطي مره واحده طبقه خفيفه، وبرده ما تحطيش اي حاجه بعديه ولا كريم مرطب ولا حاجه خالص، وما تحطوش وتنزلي في الشمس زي ما اتفقنا. خلي مستخلص العرق سوس ده من الاساسيات اللي عندك، زيه زي مرطب الوش بالظبط، من الحاجات الحلوه جدا اللي بتحافظ على نضاره البشره وبيفتح البشره برضو من اي اكسده حصلت فيها. خليه بعد ما تخلصي خطه التفتيح بتاعتك خليه جنب الكريم المرطب بتاعك. كل ما تيجي تحطي كريم مرطب حطي عليه نقطه بس من مستخلص العرق سوس ودهني بيها وشك، من الحاجات الحلوه جدا والمفيده جدا جدا في التفتيح.
خلي من اساسيات يومك الميه بالليمون، وانا قلت قبل كده ان انت خلي الميه بتاعتك اللي انت بتشربيها، حطي في ازازه الميه اللي انت بتشربيها ليمونتين قطعيهم وحطيهم فيها وحطيهم في التلاجة، وتاني يوم اشربي من الازازه دي على مدار اليوم. او تقدري ان انت تحطي اهو مثلا تحطي شويه نص كوبايه ميه او كوبايه الميه اللي انت بتشربيها وتعصري عليها ليمونه قبل ما تشربيها. خلي فيتامين سي من اساسيات يومك، ما تقطعيهاش ابدا. الشاي الاخضر من الحاجات الحلوه والمهمه جدا لاكسده البشره ولنضارتها، خليه برضو من اساس يومك. اشربي على الاقل كوبايتين في اليوم. هو طعمه مش ألذ حاجه، ولكن انت ممكن تستعمليه باي نكهه انت بتحبيها. انا بحب قوي الشاي الاخضر بالنعناع، بيدي طعم جميل جدا. في نكهات حلوه جدا للشاي الاخضر، وتقدري تحليه بسكر دايت لو انت مش مستساغه طعمه جدا. لكن من الحاجات اللي ما ينفعش ان انت يعدي يومك من غير ما تشربيها. خلي الخضروات النية دي في بيتك على طول، اوعي تقطعيها. من الحاجات المهمة جدا. خليها في مطبخك، منين ما تخشي المطبخ خدي اي حاجة من الحاجات دي. الحاجات الخضراء والطماطم من الحاجات الحلوة جدا اللي بتفتح البشرة. ما تستنيش انك تعملي طبق سلطة تحطيه على الغدا، لا، هي الحاجات دي اصلا زيرو كالوري، مش هتأثر في وزنك باي حاجة خالص. منين ما تخشي المطبخ تعملي اي حاجة، خدي اي حاجة من دي كده لقطي فيها. اخر حاجه انصحك بيها انك ما تحطيش حاجه على بشرتك غير لما تكوني عارفه مكوناتها، سواء كريمات او مقشرات او سيرامات. ما تاخديش طبعا ادويه غير لما ترجعي للدكتور، لان الحاجات اللي بتنزل جوه جسمنا بتاثر على الكبد، والكبد ده هو اللي بيتخلص من سموم الجسم. فالكبد ده لو حصل فيه اي حاجه هو اللي بيطلع الحاجات دي على بشرتك، وبتبتدي تبان عليها. اول حاجه بتبتدي تبان عليها بشره الوش. فما تستعمليش حاجه من غير ما ترجعي للدكتور. اي وصفه طبيعيه بتستعمليها او اي كريم او سيرم حسيتي بلسعه في وشك او حسيتي ان وشك اتاثر باي حاجه، حساسيه، اي حاجه، وقفي على طول. ما تعنديش في نفسك مهما سمعتي ان الوصفه دي قويه او الكريم ده قوي. اول ما تحسي بان في حاجه كده مش مظبوطه في بشرتك وقفي على طول، علشان هي الحاجات دي اللي بتاثر على الوش بعد كده وبتعمل البقع العنيده اللي ما بنعرفش نطلعها. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.